اذا خوتي كيف شفتوا معنا بانه في هذه الندوه الصحفيه وليد الركراكي تلقى مجموعه من الاسئله بخصوص او استعداد المقابله اللي غتجمعوا ما بين الكونغو الديمقراطيه المغرب. كيف كتعرفوا اخوتي فاز بالمقابله الاولى ضد المنتخب التنزاني ب 3-0، ولكن بيني وبينكم كاينين مجموعه من المنتخبات اللي هي قويه في هذا الكاس افريقيا، واللي الى حدود الساعه واخا كتبان هي ضعيفه لكن كتبقى منتخبات ما فيها حتى شي ثقه. كنهضروا على المنتخب المصري اللي كيظهر بواحد الاداء اللي هو باهت في الصراحه، واللي استطاع انه يحقق غير 2 نقاط من 2 ديال التعادلات. ولكن هذا ما كيعنيش ان المنتخب المصري هو منتخب ضعيف، لان المنتخب المصري في المقابلات الديربيه والكلاسيكو كيولي منتخب قوي قوي وبزاف بزاف. زياده على ذلك حتى المنتخب الجزائري اللي استطاع انه فقط يحقق ديال 2 نقاط في 2 ديال المقابلات، ولكن هذا ما كيعنيش على ان المنتخب الجزائري راه منتخب عيان. لكن المنتخب الجزائري راه ممكن انه يتسيف في اي لحظه، ولا جمعته المقابله مع المنتخب المغربي غادي نقدروا نشوفوا ديربي اخر، وربما حتى اقصاء المنتخب المغربي او الجزائري. المنتخب التونسي كيبقى واحد الحلقه اللي هي ضعيفه في الحقيقه، كتبان انه منتخب شويه كيعاني، لكن حتى هو راه حقق فقط تعادلين 2 نقاط. لكن هذا ما كيعنيش انه منتخب عيان، لكن منتخب اللي يقدر يعطي ويدير ويخلق المفاجاه، والشيء اللي جا تعودنا عليه في المقابلات وفي السابقه، وخصوصا في الكؤوس الفارطه كيفاش كان كيوصل للنصف النهائي باقل مجهود او بعد معاناه. خوتي بغيتكم تخليو لي في هذا الفيديو شنو كيبان لكم، واش المنتخب المغربي غادي يوصل لنهائي كاس افريقيا بواحد الطريق اللي هي سريع ويقدر انه يحقق انجاز تاريخي بعد انجاز اللي حققه سنه 1978. خوتي ما تنساوش تخليونا واحد جيم وتدعمونا بواحد لايك وبواحد الكومونتير وتشتركوا معنا في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديال القناه ديالكم فقط الرياضه. تهلاو ليا في راسكم وان شاء الله نتشوفوا من بعد.